أحلى صينية بطاطس بيوريه باللحمة بشكل جديد وطعم مختلف ممكن تدوقوها. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير. هنسلق البطاطس بتاعتنا في مية لحد ما تستوي تماما. في حلة على النار هننزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهننزل باللحمة بتاعتنا متقطعة زي راس العصفور، وهنخلطها كويس جدا بالزيت ونسيبها تتشوح تماما. ولما تتشوح هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسود وملح وحبهان مطحون وبابريكا مدخنه وقليل من السماق وتوم بودره وسبع بهارات او بهارات اللحمه وبصل بودره وزعتر. هننزل بيهم بهاراتنا على اللحمه ونقلبهم حلو جدا لحد ما نشم ريحه البهارات. الخطوه دي مهمه جدا، بتفرق جدا في الطعم. وبعدين هننزل عليهم بنص معلقه من الكركم ونخلطها حلوه قوي. ولما يختلطوا هننزل عليهم ببصلة كبيرة مبشورة ناعم جدا ونقلبها حلو جدا مع خليط اللحمة والبهارات، ونغطي عليها ونهدي عليها النار لحد ما اللحمة بتاعتنا توصل ل3/4 السوا. البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت هنهرسها وننزل عليها بمعلقتين من الزبدة نخلطهم كويس، ونص كوباية من البقسماط المطحون، وننزل بنفس البهارات اللي احنا حطيناها على اللحمة هننزل بيه على البطاطس ما عدا السماق، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. وكده البطاطس بتاعتنا جاهزة للتشكيل. هنجيب الصينية بتاعتنا ندهنها بقليل من الزيت، ونتأكد ان احنا دهنا كويس جدا الجوانب، وهننزل بجزء كبير من البطاطس بتاعتنا ونبدأ نكبسها كويس جدا في الصينية بتاعتنا، وكمان نغطي بيها الجوانب بتاعت الصينية بالشكل ده. وهندخلها فرن سبق تسخينه 170 درجة لحد ما تحمر. في الوقت ده هتكون اللحمة بتاعتنا وصلت ل3/4 السوا بتاعها. هننزل عليها بجزر مقطعينه مكعبات وفلفل رومي مقطعينه مكعبات، ونقلبهم كويس جدا ونغطي عليهم ونهدي النار ونسيبها تكمل سواها. هتكون في الوقت ده البطاطس البيوريه احمرت. هنطلعها من الفرن وننزل عليها بخليط اللحمه ونفرده كويس جدا عليها، ونبدأ نعمل ببقيه البطاطس البيوريه وردات صغيره فوق اللحمه، وندخلها الفرن تحت الشوايه لحد ما يحمر وشها بالمنظر الجميل ده. ومش قادرة اقول لكم ريحتها قد ايه روعة، والطعم مختلف تماما ومتميز. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا جديدة ومتميزة ومختلفة عن اي بطاطس بيوريه ممكن تكونوا دقتوها. وبالهنا.